السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم جميعا. أتمنى يجدكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وصحة جيدة. نقدم هذا الفيديو بمناسبة التحضيرات التي قمنا بها للاحتفال بالمسيرة الخضراء، وكذلك الاحتفالات التي شهدناها في هذا اليوم. اذا كما كتشوفوا هنا عندنا بزاف ديال التحضيرات اللي قمنا بها. العمل ديالنا تم يعني اعتمدنا على الورق ديال الكرتون، على البابي كونسون، على لي غيبون ديك الشرائط الخضراء باش صيبنا الرايه المغربيه، وعلى صور اللي خديناها يعني امبريميناها. هنا كما كتشوفوا اعتمدنا هذا الشكل هذا اللي فيه الرايه المغربيه، وهنا بابي كونسون في الاحمر، وهذاك الورق الذهبي في سميتو في الدوغي اللي صايبنا به ديكوران تيجان الاطفال، يعني هنا بمساعده صديقه ديالي والاطفال في تقطيع هاد الشرائط الطوليه. كما كتشاهدوا هنا صايبنا بها لي كورون الاطفال اللي غادي يحضروا بهم في هذا يوم عيد المسيره الخضراء، وعجبوهم هاد الكورون بزاف لان تصوروا بهم يعني ياخذوهم معاهم المنازل ديالهم. كاين اللي احتفظ بها، كاين اللي تقطعت له، المهم كتبقى ذكريات. يعني هنا العمل ديالنا كان عباره عن ورق مقوى مع المقاس مع اللصاق مع سميتو، يعني كتبقى انشطه يدويه كتحضير لعيد المسيره الخضراء. وكذلك خدينا دوك لي بالون جبناهم في الاخضر ولا الاحمر، عززنا بهم هذا النشاط وصيبنا بهم واحد المنظر كان رائع، بحيث خدينا الرايه المغربيه في واحد الحجم اللي هو كبير بزاف ولصقناها على الحائط، واستعملنا هاد لي بالون، والوليدات خداو التيجان ديالهم وتصوروا مع داك القسم ديال المسيره الخضراء مع بزاف مع اناشيد اللي مواكبه لهذا الحدث هذا. وهنا موضوع اللي وجدناه على المسيره الخضراء مع التلاميذ وبمواكبه ديال الصديقه اللي معايا. اذا اليكم الموضوع كما يلي: تحيي المملكة المغربية في 6 نوفمبر من كل عام ذكرى المسيرة الخضراء، تلك المبادرة السلمية التي قادها الملك الحسن الثاني عام 1975، والتي شكلت نقطة تحول فارقة في تاريخ المغرب الحديث. انطلقت المسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 1975 بمشاركة 350 ألف مغربي ومغربية من مدينة طرفاية باتجاه الأقاليم الصحراوية في إطار سلمي وحضاري، لتؤكد للعالم أجمع حق المغرب في أراضيه الصحراوية. وقد شكلت المسيرة تتويجا لجهود دبلوماسية وسياسية قادها المغرب لاستعادة أراضيه. ذكر بعض المشاركين في المسيرة الخضراء أن الأقاليم الجنوبية للمملكة كانت في عزلة وعبارة عن أراضي قاحلة، واليوم بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، وأيضا الرؤية السديدة للملك محمد السادس نصره الله، أصبحت هذه الأقاليم مختلفة عن الماضي. ومن يزورها اليوم سيكتشف التغيير الحقيقي نتيجة النهضة التنموية التي عرفتها هذه الأقاليم. حظيت المسيرة الخضراء باهتمام دولي واسع، فقد أبدت العديد من الدول والمنظمات الدولية حق المغرب في أراضيه الصحراوية. على مدى 49 عاما احتفل المغاربة بالمسيرة الخضراء، والتي أطلقها الملك المغربي الراحل حسن الثاني في 6 نوفمبر 1975. حينها خرجت مسيرات بشرية باتجاه الأقاليم الجنوبية لاسترجاعها من الاستعمار الإسباني.
لكن الذكرى ال50 هذا العام ليست كسابقاتها. يأتي هذا الاحتفال بالمسيرة الخضراء في سياق مختلف. فقبل أيام صدر قرار الأمم المتحدة باعتماد خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية وسط رفض لجبهة البوليساريو التي تأسست عام 1973 والتي تطالب بحق تقرير المصير. شكل انطلاق المسيرة الخضراء. شكل انطلاق المسيرة الخضراء نقطة تحول في تاريخ المغرب والصحراء الغربية، وما زالت تداعياته السياسية والدبلوماسية قائمة حتى اليوم. خرج المتطوعون في المسيرة التي دعا إليها الملك الحسن الثاني ليبين للأمم المتحدة أن هنالك إجماع على وحدة التراب الوطني ولترسيخ الشرعية التاريخية والقانونية للمغرب على صحرائه حسب وصف السلطات في ذلك الوقت. وحسب الأمم المتحدة هذه الأقاليم التي كانت مستعمرة إسبانية حتى عام 1975 من بين الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في ظل غياب تسوية نهائية سابقا ترى فيها جبهة بوليساريو أن فيها تجاهلا لإرادة سكان الإقليم، خاصة بعد توقيع اتفاق مدريد في 14 نوفمبر 1975 والذي نص على انسحاب إسبانيا وتقاسم هذا الإقليم الوحيد في القارة الإفريقية معلقا في وضعه بعد انتهاء فترة الاستعمار، ليفتح بابا لسنوات من النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعوم من طرف الجزائر. في عام 1984 اعترفت منظمة الوحدة الإفريقية بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مما أدى إلى انسحاب المغرب من المنطقة احتجاجا على هذا الاعتراف إلى حين عودته عام 2017. واستمر النزاع المسلح بين جبهة البوليساريو والقوات المغربية حتى إعلان وقف إطلاق النار عام 1991 برعاية الأمم المتحدة دون حل سياسي نهائي، ووضعت الأساس لما سيتبعها من مفاوضات عثرت على مدى عقود لاحقة. عرضت الرباط مبادرة للحكم الذاتي للصحراء الغربية عام 2007 لمجلس الأمن الدولي بغرض التوصل إلى حل سياسي نهائي. رأت جبهة البوليساريو أن خيار الاستفتاء عن تقرير المصير هو الحل الوحيد، ورفضت هذه المبادرة التي اعتبرتها غير ضامنة لخيار الاستقلال والتفافا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وتتمثل فكرة المبادرة في منح سكان الصحراء الغربية صلاحيات في تسيير شؤونهم محليا مع بقاء السيادة بكل تفاصيلها من خلال العالم والعملة والجيش والسياسة الخارجية بيد المغرب. لكن بعد 18 عام تم إحياء هذه المبادرة، إذ تبنى مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي الذي يؤيد خطة الرباط المقدمة عام 2007 والتي تنص على منح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية. كما دعا الملك في خطابه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لفتح باب الحوار وتجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة. وكان مجلس الأمن يدعو حتى الآن المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 للتوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الطرفين. أقرت الأمم المتحدة بأن مفاوضات قريبة ستجرى بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، فيما أكدت جبهة البوليساريو في تصريحات إعلامية عدم خوض هذه المفاوضات لأنها تقصي حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وفي أول تصريح له بعد تصويت مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي الذي يدعم مقارنة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية وتمديد بعثة المينورسو المعروفة ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء لسنة جديدة، أكد دي ميستورا أنه لا يوجد حل مسبق للمفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب، وبأن الأمانة العامة للأمم المتحدة أخذت علما بمقترحات المغرب وجبهة البوليساريو مطالبا المغرب بتقديم توضيحات أكثر وتفاصيل حول مقترحه. وأضاف أنه سيطلب من جميع الأطراف تقديم مقترحات لتمكين الأمم المتحدة من وضع برنامج مناقشات مباشر.
كما شدد في معرض حديثه على أن هذا القرار مهم لأنه يظهر عزما دوليا جديدا وإصرارا على حل هذا النزاع المستمر لمدة 50 عاما. مرحبا في هذا الصدد بتمديد ولاية المينورسو حتى أكتوبر 2026. كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولوس أن طرفي النزاع هما جبهة البوليساريو والمغرب، مشيرا إلى أن المقترح المغربي ليس هو الحل الوحيد لقضية الصحراء الغربية، بل الباب مفتوح أمام مقترحات أخرى، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون مرضي ومقبول لطرفي النزاع. بعد مرور نصف قرن على المسيرة الخضراء، عرفت المنطقة تحولات كبيرة على مدى العقود الماضية، بين النزاع المسلح وصولا إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات التي لم تكتمل لتوصل طريقها نحو جلب الاعترافات الدولية تباعا ليأتي القرار الأممي المتبني للمقاربة المغربية في ظل رفض تام لها من قبل جبهة البوليساريو التي لا ترى حلا إلا بحق تقرير المصير. لكن باب المفاوضات مفتوح على مصراعيه في انتظار مقترحات كلا الطرفين للحل، وما ستؤول إليه النقاشات التي ستقودها الأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة. ومن هنا شهدت مختلف أقاليم المغرب احتفالات جسدت مظاهر الفرح والانتماء، ففي جميع المدن المغربية نزل المواطنون إلى الشارع حاملين الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، فيما نظمت سيارات الأجرة مسيرات رمزية تزينها الأشرطة الحمراء والخضراء رمز الراية المغربية. كما شارك الأطفال والطلاب في عروض فنية وناشيدة وطنية بمختلف المؤسسات التعليمية، استحضرت روح المسيرة الخضراء التي انطلقت سنة 1975 بمشاركة 350 ألف متطوع ومتطوعة. وفي جميع المدن كل مدينة عبرت عن فرحتها حسب إمكانياتها، وكان الكل فرحا بهذه المناسبة. تظل المسيرة الخضراء حدثا تاريخيا بارزا يؤكد على الوحدة الوطنية والتاريخية للمغرب في صحرائه، حيث مثلت تجسيدا لإرادة الشعب في استعادة أراضيه بالطرق السلمية، وأظهرت قوة الشعب المغربي في حشد الطاقات الوطنية والروحية، مما شكل منعطفا مهما في تاريخ المملكة وأثر على موازين القوى في المنطقة. إلى هنا مشاهدي الكرام أترككم مع باقي التحضيرات والاحتفالات التي شهدتها مؤسستنا في هذا اليوم العظيم.